ازاي تعتني ببشرتك. هلو بنات، ويلكم تو ماي channel يونا. فيديو النهارده هيكون عن 10 نصايح مهمه جدا للعنايه بالبشره، وهقول لكم فيها شويه حاجات بسيطه لكن بتفرق جدا لو عايزين بشره انضف واحسن. فلو مهتمين بالعنايه بالبشره ونصايح كده وكده يعني ما تنسوش اللايك والاشتراك، ويلا نبدا الفيديو. واول نصيحه وهي اشربي ميه كافيه كل يوم. اول نصيحه واهم نصيحه هي شرب الميه، لما الجسم بياخد احتياجاته من الميه البشرة بتبقى اكتر نضارة وحيوية وبتظهر بشكل صحي اكتر. حاولي تشربي ميه على مدار اليوم، ما تستنيش لحد ما تعطشي، لان يا جماعه الميه مهمه جدا جدا جدا. اكيد يعني كلنا عارفين. برضو يعني الميه حاجه بسيطه خالص بس بتخلي بشرتك احسن و... وانضف واجمل صراحه يعني. فعامه اشربوا ميه كتير عشان بشرتكم تبقى كده. تاني نصيحه وهي اغسلي وشك مرتين يوميا. غسيل البشرة من أهم خطوات العناية اليومية خلال اليوم. بيتجمع على البشرة يعني أتربة والزيوت وشوائب كثيرة، عشان كده الأفضل إنك تغسلي وشك مرة الصبح ومرة بالليل باستخدام غسول مناسب لنوع بشرتك. عامة لو حسيتي إن في نص اليوم كده بشرتك يعني بقت مسمرة، يعني لونها أسمر وكده مش أحسن حاجة، وبدأ إن هو يطفي شويه يعني بشرتك بيضة تحسها بدأت تسود وكده. فعامة تغسليها على طول، لان دي بتكون يا جماعه تراب او بشرتك اتبهدلت اتوسخت او كده. عامه فاغسليها برضو مش مشكله، عادي جدا، عشان بشرتك برضو تبقى احسن واجمل. وانا عن نفسي عشان بشرتي دهنيه فبستخدم الغسول ده، هو غسول بوبانا. هو بصراحه يا جماعه احسن غسول استخدمته لحد دلوقتي، لانه كان بيطلع لي يعني زي دهون كده في الوش زيادة، كانت بتطلع لي جنب المناخير وتحت البق وكده. فعامة بقالي شهر او اكتر بستخدمه بصراحة، ما بقيتش بلاقي اي دهون اصلا في وشي. فعامة هو احسن غسول. ولو انت بشرتك مش دهنية اكتبي في الكومنت نوع بشرتك وانا هقولك على الغسول المناسب ليها. تمام، فلازم برضو نهتم ببشرتنا كويس جدا 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 باي غسول بس يكون مناسب لبشرتك. تالت نصيحة وهي ما تلمسيش وشك كتير. ايدينا طول اليوم بتلمس حاجات كتير جدا، وبالتالي بيكون عليها بكتيريا واتربة، ولما نلمس وشنا باستمرار يعني بننقل كل الحاجات دي للبشرة. فحاولي تقللي لمس الوجه على قد ما تقدري، يعني ما تلمسيش وشك كتير علشان برضو ايدينا ممكن تكون متوسخة، فبالتالي بتلاقي ان حبوب بتظهرلك. فده طبيعي جدا لان انت بتلمسي وشك وايدك اصلا متوسخة. ايدك لما تبقى متوسخه بيبقى عليها بكتيريا، فالبكتيريا بتنتقل لوشك ووشك بيطلع لك حبوب. فعامة ما تلمسيش وشك كتير وكده. رابع نصيحة وهي استخدمي واقي الشمس يوميا او الصن بلوك زي ما بتقولوا عليه. واقي الشمس يا جماعة من اهم خطوات العناية بالبشرة، بيساعد على حماية البشرة من اشعة الشمس، بيحافظ على نضارتها ويقلل من التصبغات والبقع. لان يا جماعة هو يعني الصن بلوك كتير مننا بيستخدموا بس في المصيف، فعامة دي حاجة غلط جدا. يعني طول الصيف لازم تستخدموا صن بلوك عشان بشرتكم تبقى احسن لما تدخلوا على الشتاء. ف يعني خدوها مني، ما تستخدم يعني لازم تستخدموا الصن بلوك حتى لو انتوا نزلي الشارع مثلا 5 دقايق وطالعين، فعامة لازم تستخدموه. وقبل ما تنزلوا تحطوه قبليه تلت ساعة وكده، علشان برضو البشرة متكونش امتصته ولا اكنك حطيتي حاجة بعد ما نزلتي، وتلاقي بشرتك بقت مسودية اكتر. تمام، فلازم تستخدمي الصن بلوك وبالذات في الصيف طبعا. رابع نصيحة وهي نامي عدد ساعات كافي. النوم مهم جدا لصحة البشرة، وأثناء النوم الجسم بيجدد خلاياه والبشرة بتاخد فرصة ترتاح وتستعيد نشاطها من تاني. عشان كده حاولي تنامي عدد ساعات مناسب كل يوم، يعني ما تسهريش وكده، لان يا جماعه السهر يعني بيخلي البشرة متبقاش احسن حاجة، وكمان بيزود الهالات. فعامة ما تسهريش كتير، لو هتسهري سهري حبة بسيطة علشان برضو بشرتك وجسمك يكونوا في افضل حال. سادس نصيحة وهي كلي خضروات وفاكهة. الفواكه والخضار يا جماعة مليانة فيتامينات ومعادن مفيدة للبشرة. كل ما اهتميتي بأكلك أكتر كل ما انعكس ده على جمال بشرتك وصحتك بشكل عام. يعني لازم تاكلي كويس جدا، لازم تهتمي بجسمك وبشرتك علشان ده يبان عليهم، وعشان برضو تكوني جسمك وزنه يكون أفضل حاجة. فعامة كلي كتير علشان جسمك يكون جميل وكده، ما يكونش رفيع زيادة وكده.
سابع نصيحة وهي ما تفقعيش الحبوب لما بتظهر حبة في البشرة، ما تحاوليش تفقعيها لان ده ممكن يسبب اثار او بقع تفضل فترة طويلة. الافضل تسيبيها تهدى او تستخدمي منتجات مناسبة زي كريم يعني الحبوب وكده. هو الكأم صراحة يا جماعة من احسن الكريمات اللي مجرباها. حوالي بعد ما تحطيه ب8 ساعات او 24 ساعة بالكتير عامة بتلاقي الحباية خلاص بدأت تختفي. فبصراحة من احسن الكريمات اللي استخدمتها. هو يا جماعة رخيص جدا مش غالي، فاتمنى ان انتوا تجربوه وتقولوا لي النتيجة بتاعته لو عجبتكم في الكومنتات. تامن نصيحة وهي استخدموا مرطب مناسب لبشرتك. الترطيب مهم جدا لكل انواع البشرة، حتى البشرة الدهنية. اختاري مرطب مناسب لنوع بشرتك واستخدميه بانتظام عشان تحافظي على نعومة البشرة وصحتها. يعني لازم المرطبات تستخدميها لان هي بترطب البشرة وبتخليها انعم والطف زي البيبيهات وكده. فعامة انا حاليا بستخدم دلوقتي مرطب ايفا، كلنا اكيد عارفينه. هو بالجريسلين، في منه بالخيار والزبادي او الخيار واللبن مش فاكره، بس تقريبا بالزبادي، وفي منه بالعسل. فعامه انا حاليا بستخدم اللي هو بالجريسلين. هو صراحة يعني تقييمي اللي ممكن اديله 8/10، بس عشان هو بيعرقك لما تحطيه، بتحسي انه بيعرقك. فعامة برضو اي حاجة من ايفا حلوة جدا، فلازم تهتمي بالترطيب لبشرتك وجسمك كله. تاسع نصيحة وهي غيري كيس المخدة باستمرار. طبعا استغربت من النصيحة دي، بس هي نصيحة مهمة جدا 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 يا بنات. كيس المخدة بيتجمع عليه زيوت وأتربة وبكتيريا مع الوقت. يعني عشان كده حاولي تغيريه باستمرار عشان تحافظي على نظافة بشرتك وتقللي ظهور الحبوب. لان برضو مثلا لما بتكوني عاملة حمام زيت لبشرتك او غسل شعرك ومثلا تيجي تنامي، فتلاقي ان الخدية تحسوا ان هي خلاص بقت مزيته او تحسوا ان هي بقت متوسخه، فغيريها على طول. لان لو وشك لمس المخده لو انت حاطه الحاجات دي، فعامه هتلاقي الحبوب بتظهر لك، ودي حاجه طبيعيه جدا واكيد كلنا بنلاحظ الحاجه دي. فانت اول مثلا ما تحسي ان المخده خلاص بدات ان هي خلاص تتوسخ، اخلعيها على طول. تمام. 10 نصيحة وهي اهتمي بنظافة الموبايل. طبعا دي حاجة مهمة جدا. الموبايل من اكتر الحاجات اللي بنستخدمها كل يوم يعني وبيتجمع عليها برضو بكتيريا واتربة كتير. حاولي تنضفيها بشكل منتظم لان ده بيلامس الوجه بالاستمرار. علشان كده انا بصراحة كل يوم بجيب كده منديل او اي حاجة تمسحي بيها الموبايل. سوري يا جماعة، اسفة على اللي حصل ده، بس خلونا يلا نكمل. يعني مثلا ان انتي انا باخد كده كل يوم لما بلاقي السكرينة مش احسن حاجة، فعامة باخد اي حاجة، ولا عندك كحول او حتى مية او حتى معطر، ترشي حبة بس كده على فوطة على اي منديل وتمسحي بالسكرينة. بصراحة بتبقى احسن حاجة، وفي نفس الوقت بتحافظي على بشرتك من التهيج وكده. وبس كده يا بنات، دي كانت 10 نصايح تساعدكم تحافظوا على بشرتكم وتخلوها انضف واجمل. اتمنى تكونوا استفادوا من الفيديو ولو بنصيحه واحده بس، واكتبوا لي النصيحه اللي عجبتكم في الكومنتات. وحابه اشكركم جدا 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 على كل الدعم والكومنتات الجميله اللي بتفرحني بجد. والله كل كلمه حلوه منكم يعني بتديني بصراحة حماس اكمل وانزل فيديوهات اكتر. وشكرا لكل حد اشترك في القناة او عمل لايك او كتب تعليق لطيف. يعني بصراحة انتم السبب بعد ربنا في القناة انها تكبر يوم بعد يوم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد ونوصل 2000 مشترك بدري. بس كده من يونيس، بحبكم جدا جدا يا احلى يونيس في الدنيا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. وبس كده، باي باي.